ورحمة الله وبركاته. تعليقا على مباراة الأهلي والسيراميكا، نقول تشكيل الأهلي كان بيلعب بالشناوي، معلول، هاني، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، قدامه حمدي فتحي وديانج، وقدامهم الثلاثي حسين الشحات، قفشة في النص، وبرونو سافيو على الشمال، وقدامهم شادي حسين. الأهلي لعب كويس، ونزل محمد شريف، ونزل رأفت خليل، ونزل الاهلي لعب. اللي يجيب جون مفيش، يشوط مفيش، يلعب مفيش. طب ايه في ايه؟ واخر الشوط جون. ايه جون؟ احمد رمضان بيكم يحط جون في الشناوي، ما يحطهوش في ابن شوبير. يعني متهيألي لو مصطفى شوبير اللي واقف كان صده. ايه يا شناوي؟ ايه يا لعيبة الاهلي؟ ماتش خلص تعادل، ضربة جزاء، لينا جون. اي نعم، هو مشكوك ان هو تسلل اصلا، بس هنقول تسلل. لينا ضربة جزاء معلول. والله يا فندم، مش مشكلتنا لينا احنا ضربة جزاء تاني عشان تحرمنا منها. حقنا كنا المفروض ناخده. يعني الهدف الجون التاني، ايه المشكلة انك تحسب ضربة جزاء واتنين وتلاتة واربعة للاهلي وعلى الاهلي وعلى الزمالك؟ بتخافوا من ايه؟ يعني انتوا بتخافوا من ايه؟ لينا ضربة جزاء تانية ما اتحسبتش، لينا جون صحيح اتلغى. لعيبة الاهلي شبعت كورة. مشكلة الاهلي انا اقولها لك، لعيبة الاهلي انها شبعت كورة، مبقاش عندها شغف للبطولات. الاهلي محتاج غربلة. لأول مرة جماهير الاهلي تهاجم ادارة الاهلي، ده يدق ناقوس في مجلس الادارة. معنى كده ان الجماهير فقدت الثقة في كابتن الخطيب. احنا ما عندناش لجنة فنية كويسة، ما عندناش لجنة فنية عينيها حلوة في الملاعب الأفريقية. محتاجين لعيبة عايزة تاكل النجيلة، محتاجين لعيبة بجد بجد. احنا محتاجين لعيبة بجد. قفشة شكرا الباطن، شناوي شكرا النصر، معلول شكرا على اللي بتعمله، بس نص مباراة شوط واحد. بجد محتاجين حد يفوق اللعيبة دي. هنفضل كده لحد امتى؟ النهارده هيلعب الزمالك، ولو كسب هيبقى هو الاول، ونبتدي بقى احنا اللي ننقط بعد ما كنتش شايفه. انا ما كنتش شايفه في الجدول من فارق 4 نقط وهو يتعادل. يعني المفروض لو انا بكسب 6 نقط من اخر 4 ماتشات، اتعادل 3 ماتشات. ليه؟ مش ده الاهلي. من امتى الناس دي بتتجرأ عليا؟ ليه يا عبد المنعم يقعد يقول يا رب ضربة الجزاء تخش؟ احنا وصلنا لحد كده؟ هو ده اللي وصل له الاهلي؟ ضيعته الاهلي. فينك يا فايلر؟ كان في اول شوط يحط 3 اجوان. مستر كولر ارحمنا، تصريحاتك صعبة. لولا الجماهير بتحبك كان هيبقى فيه هجوم من نوع تاني. ما ينفعش تهاجم اللعيبة على الملأ، مش في الاهلي. كان عندنا حاجة اسمها غرف مغلقة، راحت فين؟ ملاعب ايه وانجيلة ايه و... ولاعيبة ايه اللي مش واثق فيها المفروض ان دي احسن لعيبة في مصر. احسن لعيبة في مصر كانت في الاهلي. فقدنا الثقة، فقدنا الثقة في كل حاجة. في الجماهير فقدت الثقة في اللعيبة، في مجلس إدارة،
لحد امتى؟ لحد امتى نخش في الدوامة دي؟ احنا كنا بنزعل من ماتش تعادل، دلوقتي 3 ورا بعض سكور ما تحققش بصراحة. كولر ثبت التشكيل، عندك شادي، برونو يقعد شوط، قفشه شوط حسب الخطة، عندك حسين، عندك احمد عبد القادر، عندك لعيبة جامدة كتير، مفيش حاجة اسمها انت مش واثق فيهم. لعيبة كلها دولية، لعيبة كلها من افضل لعيبة في مصر. انت كده لا تثق في منتخب مصر، مش كده خالص. كابتن خطيب هجمات سوبر، لجنة كشافة تقعد في الدوري الافريقي، مش عايزين ابو مليون واتنين مليون وتلاتة مليون دولار. كل الفرق في الدوري المصري بتجيب ب400 ألف دولار و500 ألف دولار مهاجمين وجناح أفضل من اللي في النادي الأهلي، واحنا نجيب ب2 مليون و3 مليون ويتنطط علينا. على ايه؟ مفيش حد فيهم فارق، مفيش حد فيهم يستاهل. مستنيين اللاعب التونسي، مستنيين اللاعب الغالي يقدموا أفضل،